وصفتنا النهاردة تقريبا مفيش حد مش بيحبها. أول ما بنطلب حاجة حلوة على طول بيجي في بالنا نعمل كيكة بالشوكولاتة. النهاردة هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وبيضة واحدة هتطلع لنا الجمال ده. تقدروا تقولوا عليها كيكة الشوكولاتة أو في ناس بتسميها الجاتو شاتو. أيا كان الاسم هي بجد خطيرة وفعلا تستحق التجربة. هنعملها النهاردة بمقادير متوفرة في كل بيت وتطلع معاكوا هشة وناجحة من أول مرة، كمان ببيضة واحدة واقتصادية جدا مش مكلفة خالص. زي ما انتوا شايفين كده قد ايه هي هشة وطرية من جوه، والصوص بتاعها هنعمله اقتصادي بدون شوكولاتة، بشوكولاتة خام. مش هتستخدمي أي شوكولاتة خالص. هتعمليها بالمكونات المتوفرة في البيت وهتطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده. أجمل جاتوه شوكولاتة أو جاتوه شاتو أو كيكة شوكولاتة أيا كان الاسم. تعالوا نشوفوا يلا عملناها ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. فلو كنتي مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. أول حاجة هنحضرها هو صوص الشوكولاتة، والصوص ده اقتصادي هنعمله في الخلاط زي ما انتوا شايفين. هحط كوباية الا ربع من اللبن، عليها ربع كوباية من السكر، ربع كوباية من الكاكاو الخام، يكون بس نوع نضيف، لأني كل ما يكون نوع نضيف بيكون طعم صوص الشوكولاتة أغنى وأحلى. علشان بقى نديها طعم البندق كده وتبقى معانا حلوة، باحط عليها كيس من النسكافيه بطعم البندق، ممكن تستغني عنه ولكن هو بيدي إضافة حلوة وبيخليها عاملة زي النوتيلا. باضربهم في الخلاط كويس جدًا دول كويس أوي مع بعض. بعد كده باجيب تِلت كوباية من الزيت وبابدأ إن أنا أفتح الخلاط كده من فوق وبانزّلها خيط رفيع والخلاط شغال معايا لحد لمّا تتقل معايا بالقوام أهم حاجة إن أنتِ تنزلي سرسوب صغير كده زي ما شفتوا لحد لمّا أخلّص كل كمية الزيت. ده كده بيكون شكلها ما شاء الله قوام حلو، ولسه لمّا بتدخل التلاجة بتتقل زيادة عن كده. فشايفين كده قوامها، أدخّلها بقى كده التلاجة لحد لمّا نحضّر الكيكة بتاعتنا. وهاوريكم برضه قوامها بعد ما تطلع في التلاجة بتبقى ممتازة، يعني تقدري بقى تستخدميه لأي حاجة أنتِ محتاجاها. في نفس بقى الخلاط مش هاغسله ولا هاعمل فيه أي حاجة، بالبواقي كده اللي فيه من صوص الشوكولاتة هنعمل فيه الكيكة. أول حاجة كده هاجيب كوباية إلا ربع من السكر، كوباية إلا ربع من اللبن أو الحليب بالشكل ده. هاحط كمان كده تِلت كوباية من الزيت، ده كله في الخلاط زي ما اتفقنا، في نفس الخلاط اللي إحنا عملنا فيه صوص الشوكولاتة في البداية. حطيت كده الزيت والسكر والحليب. هاجيب كمان كده بيضاية واحدة بس بدرجة حرارة الغرفة، وأحط عليها كده ربع معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، وهاضربهم كويس جدًا دول كده في الخلاط لحد لمّا أتأكد إن الخليط كله بقى حاجة واحدة، السكر داب معايا وبقى كده يعني السكر اختفى وداب معانا كويس جدًا. في الأثناء ديّة بقى باجيب كوباية ونُص من الدقيق، بابدأ إن أنا أنخلهم كويس. نخلت كده أول كوباية وده كده النُص التاني، وانخله كده كويس جدًا. بعد كده هاجيب تِلت كوباية من الكاكاو الخام برضه يكون نوع نضيف برضه بيدينا طعم ونكهة حلوة وغني كده في الآخر. بابدأ إن أنا أنخله كده علشان بيبقى فيه كده مرطب وبيبقى فيه تكتلات، فابدأ إن أنا أنخله عشان التكتلات ديّة ما تبانش في الكيكة بعد كده. بعد كده ما نخلت كده الكاكاو برضه باجيب معلقة صغيرة كده مليانة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. وهاحط كمان رشة من الملح وأقلب كل المكونات دي كده مع بعضيها كويس جدًا بالشكل ده. ويكون عندي كده السوايل كده خليط السوايل اللي إحنا ضربناه في الخلاط كده جاهز معايا. بابدأ كده أنزّله على خليط الدقيق كده بالشكل ده وباقلبه كده كويس جدًا لحد لمّا تشوفوا القوام اللي إحنا محتاجينه. شايفين ما شاء الله كده خليط الكيك طالع معانا مضبوط إزاي. بعد كده أمّا باقلبه باجيب ربع كوباية من المَيّة المغلية، وبابدأ إن أنا أضيفها على الخليط بتاعي. ده كده القوام اللي إحنا محتاجينه، ولا هو تقيل أوي ولا هو سايل أوي. القوام ده كده مضبوط معانا هيطلّع معاكم الكيكة هشة وطرية وفي منتهى الجمال زي ما شفتوها كده في بداية الفيديو. خلاص كده بقى كده أوقّف ضرب وبابدأ أجيب الصينية أو القالب يعني اللي إحنا هنعمل فيه. أنا استخدمت هنا كده صينية بايركس، المقاس كده وسط. لو حابة تحطيها في صينية مدوّرة يبقى من 20 ل22 ما تكتريش عن كده. لو حابة تضاعفي المقدار وعايزة تعملي في صينية أكبر تمام زي ما أنتِ عايزة. بابدأ كده إن أنا أحطها في الصينية تكون بس مبطنة بشوية من الزيت والدقيق، وباحط فيها كده المكونات باخبطها كده خبطتين بحيث إن أنا أشيل أي فقاعات هوا زيادة، وتدخل الفرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180. بتاخد من 30 ل35 دقيقة. باختبرها بالخلة عود كده خشبي، لو طلع فيه أي عجين أو أي سوايل باسيبها 5 دقايق تاني.
ولكن هي بتاخد من 30 ل35 دقيقة على درجة حرارة 180، بتطلع بالجمال اللي انتم شايفينه ده. أول كده ما بتطلع باسيبها كده تبرد براحتها شوية كده تدفى، بس أنا عايزاها تدفى، وده كده قوام صوص الشوكولاتة اللي إحنا عملناه بعد ما طلع من التلاجة. ضروري جدًا أنا هنا خطوة كده باحب أعملها، وهي الكيك دافي. أول ما الكيك كده يطلع من الفرن باسيبه بس 5 دقايق، بعد ال5 دقايق باجيب نُص كمية صوص الشوكولاتة اللي إحنا عملناها، نُص الكمية بس، وبابدأ إن أنا باضيفها على الكيكة، أسيبها بقى تتشرب براحتها بنُص الكمية اللي إحنا حطيناها، والنُص التاني هاقول لكم هنعمل فيه إيه. طبعًا هي الكيكة لسه سخنة معايا أو يعتبر دافية، فحطينا عليها النُص. ليه حطينا عليها نُص الكمية؟ علشان الكيك تتشرب نُص كمية الصوص الشوكولاتة اللي إحنا حاطينها دي، بحيث إن أنا لمّا آجي آكل الكيكة ألاقي طعم الصوص الشوكولاتة من جوّه، يعني صوص الشوكولاتة واصل لجوّه والكيك شارب منه. وعلشان أزوّد إن هي تشربه أكتر، بابدأ كمان إن أنا أقطّعها بحيث إن هو الصوص كده يتغلغل كده جوّه الكيكة ويشربها كويس جدًا. طيب النُص التاني هاعمل بيه إيه؟ بابدأ إن أنا أحطّه بعد ما الكيكة تتشرّب كل الصوص دوّة، أو بعد ما الكيكة تبرد، بحيث إن هو يبقى عامل زي الطبقة أو يبقى ظاهر معايا الصوص الشوكولاتة اللي أنا هاحطّه من فوق، لإن طبعًا النُص الكمية الأولانية الكيك اتشرّبها، فما بقاش في زي صوص كده من فوق باين أو topping أو طبقة كده من الصوص متماسكة من فوق، فأنا باحطّها بعد ما يبرد. أظن كده المعلومة وضحت لكم، وبيبقى معانا في منتهى الجمال. باحطه بقى كده بعد ما يبرد، بازينه في الآخر بعين جمل أو أي نوع مكسرات، أو تسيبيه سادة كده، بيبقى في كل حالاته ممتاز جدًا، والكيكة ما شاء الله هشة وطرية وممتازة، ممتازة، ممتازة. شايفين ما شاء الله لون الشوكولاتة وصوص الشوكولاتة بيلمع إزاي؟ يعني أصلًا تقدري تستخدميه على أي تورتة، أي يعني أي حلويات أنتِ محتاجة إن أنتِ تحطّي لها صوص شوكولاتة بتطلع في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله الكيكة عاملة إزاي من جوّه، هشة إزاي، اللون تحفة واللون غني جدًا، اللون ده بيرجع لنوع الكاكاو اللي أنتِ مستخدماه، غني كده وجميل جدًا. وصوص الشوكولاتة طبعًا بطعم البندق، لإن حطينا كيس من النسكافيه بطعم البندق، تقدري تستغني عنه برضه، بيدّي يعني نكهة تحفة، يعني لو متوفر حطّيه، بيدّي طعم كده البندق ولذيذ جدًا. شايفين بقى الكيكة عاملة إزاي من جوّه، طرية إزاي، يعني الهشاشة اللي فيها والطراوة بجد خطيرة. يا رب تعجبكم. وبس كده، دي كانت وصفتنا النهاردة، جاتوه شاتوه أو كيكة الشوكولاتة الاقتصادية ببيضة واحدة عملناها وطلعت معانا في منتهى الجمال. لو عجبتكم الوصفة متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة. باي باي.